بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهارده ان شاء الله هعمل لكم سمكة بطريقة مختلفة خالص. هي قبل كده عملت لكم سمكة في الفرن بس بطريقة بنفس المكونات، ولكن ما طحناش المكونات دي مع اليogurt او الزبادي. النهارده ان شاء الله هنعمل المكونات دي حلوة جدا، ني في ني، كلها بتتضرب في الكبة بتاعة الخلاط الصغنطوطة دي وبتتحط على السمكة. انا هنا معايا سمكة شعور حوالي 1.5 كيلو حجمها او 2 كيلو الا شوية. سمكة كبيرة مفتوحة سنجاري، متنضفة طبعا ومفتوحة سنجاري زي ما احنا شايفين كده. فان شاء الله هنعملها مع بعض بالطريقة الجميلة دي. تعالوا نشوف احنا هنحط ايه في المكونات. المكونات عبارة عن راس توم متقشرة، بصلاية كبيرة او بصلتين متوسطين، فلفل اي نوع فلفل. طيب تعالوا نشوف الخلطة بتاعتنا فيها ايه تاني. عندي طماطمتين او 3 متوسطين، وعندي بصلاية كبيرة او بصلتين، وعندي راس توم مفرومة، وعندي فلفل ايا كان لون، عندك اخضر احمر اصفر، فلفل الوان، ليمون، ويوغرت طبيعي، وعندي زيت زيتون. وتعالوا نشوف البهارات بتاعتنا هتكون شكلها ايه. عندي في البهارات فلفل اسود وملح، عندي كمون وشطة، وممكن نحط شوية بابريكا كمان، عندي روزماري مطحون، شوية كاري، وشوية كزبرة ناشفة. دي البهارات بتاعتنا الموجودة معانا. بهارات بسيطة وسهلة وكله من مكونات البيت، يعني يمكن الزبدية بس هي الحاجة الوحيدة اللي احنا هنجيبها او اليوغورت. وطبعا عندي شوية زيت زيتون، وهحط شوية خل وانا بضرب المكونات عندي في الكبة. السمكة هي موجودة، رشيت عليها شوية ملح صغيرين عشان بس تتملح كويس، وهعصر كمان عليها شوية ليمون محترمين. وهكمل بعد كده بقى كل الكلام ده الجميل هضربه في الكبة بتاعة الخلاط. عندي الكبة اهي، هبتدي احط بقى الحاجة بتاعتنا فيها. دي الخلطة بتاعتنا، هحط فيها كل البهارات، وكمان هحط فيها الزبادي. الخلطة دي تنفع للحوم، تنفع لأسماك، وتنفع كمان لفراخ. جهزت الصينيه بتاعتنا، لفيتها بورقه فويل، وهحط شويه زيت بسيطه قوي في قاع الصينيه، وكمان بالفرشه كده هبتدي اوزع الزيت عشان ما يلزقش في ورقه الفويل. ونحط السمكه بقى الجميله بتاعتنا، بس قبل ما نحطها نحط شويه من الخلطه. ده شكل الخلطه اهو، شايفين بقت كلها مندمجه بكل البهارات، بالليمون، بالخل، بالطماطم، البصل، الثوم. هحط شويه من الخلطه وهفردها، وهنيم السمكه عليها. تقدري لو انت حابه تحطي شرايح بطاطس تحتيها تبقى كويسه، ولو مش حابه ممكن تعمليها زي ما انا هعملها كده، خفيفه لطيفه، وننيم سمكتنا عليها. شايفين الجمال؟ ونبتدي بقى نحط بقيه الخلطه على السمك نوزعه. هو المفترض ان يكون طبعا حجم السمك كبير، تكون سمكه واحده كده كبيره او اكتر طبعا زي ما انت عايزه. نوزعه كويس قوي على السمكه، نشرب كل الخلطه دي بالسمكه من اول الراس لغايه الديل. عايزه تحطي حلقات ليمون على الوش اوكي، بس هي كده كل المكونات مخلوطه فيها زي المطاعم الفاخره كده بالظبط، وهتبقى رائعه يعني. السمكه بتاعتنا جهزت،
انا هسيبها تتبل شويه حوالي نص ساعه. احط بس شويه زيت على الوش عشان لما اجي ادخلها الفرن، ولا هغطيها ولا اي حاجه، وعلى فرن درجه حرارته عاليه جدا 200 220 متسخنه، متسخن مسبق يعني، وفي الرف اللي في النص. وهتاكلوا احلى خلطه سمك ممكن تاكلوها في الحياه. طعم الخلطه لوحده يعني مشكله، حلو جدا جدا جدا، انا دقته وهيملح لي السمكه كويس قوي لان هو طعمه مملح كده وحلو. بس كده هندخل بقى السمكه الفرن بعد ما نسيبها شويه كده، ربع ساعه نص ساعه، تاخد من الطعوم كلها بتاعه الخلطه، وعلى الفرن مباشره. شايفين السمكة في الفرن ما شاء الله، يعني بتستغيث وعايمة في الخلطة بتاعتها الجميلة اللي بتخلي لحم السمك طري قوي وفي منتهى الجمال. وطلعت السمكة بتاعتنا، شايفين شكلها يعني بسم الله ما شاء الله، كانت تحفة جدا. عايزة اقول لكم كان لحمها طري قوي وكانت بتدوب فعلا في البق دوب. وزي ما احنا شايفين كده شكلها جميل. زينوها بقى بالطريقة اللي تعجبكم، حطوا لها رشة بقدونس، شرايح ليمون او شرايح فلفل على الوش، هتبقى يعني بطريقة مبسطة كده وهادية، هتبقى في منتهى الجمال. انا طبعا محدش اداني فرصة ان انا اعمل اي ديكوريت فيها، فهياكلوها على طول بالشكل دوت. انتوا بقى زينوها وانقلوها في سيرفيس لو حابين، هتبقى تحفة جدا، وفي العزومات فعلا هتشرفك قوي. وصفة سهلة وطعمها في منتهى الجمال. ودخلوا اليوغورت والزبادي في تتبيلات اللحوم والفراخ، وهتديكوا نتيجة كويسة قوي في الاسماك وفي كمان الكاليماري، فكل ده هيديه طعم حلو قوي قوي مع الخلطة.